انا حاسس ان انا في الكادر قريب قوي من حازم. ده اخويا انت اخويا يا عمرو. حاسس في حاجات داخله في بعض. ايوه فخدي في فخدك. ما تقرب يا حازم يا مهدي معلش تبقى خدنا كلنا في بعض. انتوا بتوع عكاوي وحاجات زي كده مع بعض. برعايه النقرس. نرجع ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم دور 16 جديد وحلقه جديده النهارده من دور 16 بعنوان اللحمه. وفي هذه الحلقه يشرفنا باستضافتي في هذه الحلقه اليوم رجوع الاستاذ محمود مهدي الى القناه مره اخرى. It's good to be back. It's good to be back يا لولو. صاحب دور 16 الاصلي. صح ولا لا؟ كان محل صغير في السن. يا جدعان انا بقالي فتره بجد اوعاني ان انا اصور مع استاذ محمود مهدي لان مواعيده حاليا مشغوله جدا. جماعه انتوا بتتكلموا عن على الاستاذ محمود المهدي ده النهارده. تمام. ظهوره مع صاحبه السعاده وابراهيم فايق وبيروح مهرجانات بره وجوه. واستاذ محمود انا هداك يا فندم هتفتح الموبايل هتلاقي استاذ محمود مهدي. اللابتوب استاذ محمود مهدي. فتحت التلفزيون قلت هبعد خالص لقيته استاذ محمود مهدي. برامج سينما، برامج كوره، برامج اكل، كل التوبكس يعني فاهم. برامج سياسه. الخبير الاستراتيجي محمود بالظبط. وخبير الابراج النهارده معانا. كنت يعني بقول ممكن بس يعني دقائق من وقتك الثمين تيجي تصور معانا، بس النهارده جه بدري النهارده في ميعاده مظبوط وقطعناه فتره طويله جدا بسبب تاخير احد اعضاء البرنامج في المشترك معانا في الحلقه دي طبعا، واتاخر علينا كتير جدا جدا جدا. مش هنقول منه اي اسكاء. ايه ده مين؟ انت اتاخرت يا احمد يخرب عقلك. مش نذكر اي اسماء خالص. كل ما اديك حاجه تضيعها. هنرد على اللحمه. انت اكيد بتحب اللحمه شويه. لا اصل احنا تعرفنا للحمه مختلف عن بعض. انتوا بتتكلموا على حاجات في اللحمه انا اتعرفت عليها على ايدكم اصلا. مش عارف ان دي موجوده. انا برضه هعرفك الثيم بتاع الحلقه. والله حركه ايدك مخيفه اصلا. بيكلمني على الحاجات اللي انا ما بحبهاش في اللحمه، وخلي بالك ايده عملت ازاي. قال لك هعرفك على الحاجات. انا مش عايز اعرف دول خالص. انا كفايه اللي اتعرفت عليه قبل كده. لا هقول لك هو في حاجات انت هتحبها. يعني احنا بنتكلم عن اللحمه بشكل عام بمختلف طرق الطهي وبمختلف القطعيات. ماشي. فانت هتلاقي في حاجات هتحبها اكيد وهتكسبها. صح. جاهز بقى. ويلا بينا. يلا بينا يا باشا. القرعه. نبدا باول ماتشين. يا رب تطلع حاجتين بعرفهم. يلا بينا. قول يا باشا. ورقه فاضيه. ايه عكاوي. بدأنا باللي بيحبه. اول واحده. اكتر طبق بيحبه مهدي. شاورما لحمه خلصت. شاورما لحمه. شفت ما تجيبش الاطباق ديت الماتش ده خلصان. شاورما لحمه جايبينها فرد. يعني ايه فرد؟ يعني لا يعني هو بيقطعها كده من السيخ على طول. وانت بقى باللقمه مع شويه الطحينه تدلع نفسك. اي لاف ات. ورقه لحمه. ورقه لحمه. مفيش مشكله دي. لا في مشكله بس مش كل حاجه هقعد اعمل لك فيها. كفته. ماشي. لا فاهمين الكفته. رقبه. قطعيه رقبه. انا ما اعرفهاش دي. شوف والله ما اعرفها او عمري سمعت عنها. ده الطراوه والجمال. هو بالنسبه له الطراوه دي حاجه على فكره حاجه حلوه. شورت ريبس. رقبه وشورت ريبس. لا جميل زي الفل. يعني محتاج اكتر من كده. ايه مزيكا على فكره حاجه فيها كتير. حاجه فيها كتير قوي. الحلقه الانتاج يا جماعه لازم برضه النهارده كان ساخي جدا ولا ام بي سي. لان الانتاج ريباي بريسكيت. تعرف ان دي هتبقى لا مش اول مره، تاني مره اكل بريسكيت في مصر. في مصر. هو غالبا انت شوف قال لك في مصر. اكلتها فين بقى يا باشا؟ في كل انحاء العالم. راجل دولي. قال لك تاني مره اكلها في مصر. برجر. تاني مره اكلها عندكم في مصر. عندكم دي علت المعنى قوي. موزه دي هتعجبك قوي النهارده. انا براهنك انها هتعجبك. بس عايزينك تدي الحاجه فرصه. ضلع ده ممكن ما يعجبكش الصراحه. ضلع ممكن ما يعجبكش، ولكن هذا الايتم ممكن انه يعجبك ان شاء الله. انت ليه لما باكلوش خلاص عدى كله. سجق. ماشي جميل. جميل. الحاجات اللي عندي فيها مشكله خلصت خلاص. لا في عنصر. انا من عنصر. انت بتعمل ايه؟ هو ده. في ورقه كان خلاص. هات انا عايز دي. مندي لحم. ده اخو في مندي فيرلاند ومندي ادوارد. هو ده انا كنت خايف منه. كتف مدخل. كتف. ايه المشكله؟ كده يكسب المندي. كتف نفس المشكله. لا ما فيهوش حاجه، ما فيهوش دهون اصلا. هنشوف. كده يكسب المندي. يعني اصبر شويه بالعكس، هو مش هيكسب المندي، هيحب الكتف اكتر. هنشوف. محمود المندي ريش. مية مقتل. الريش ضد الهوت دوجو. ماشي. احنا حاولنا الحلقه دي نجيب قطعيات لحمه
وطرق تسويه لحمه مختلفه، فهو كل ما يخص اللحمه مدخنه ومندي ومشويه وقطعيات زي الرقبه والضلع والريش والهوت دوج وكل الحاجات اللحمه وما تخص اللحمه. تمام جاهزين؟ نبدا باول ماتش معانا وهو بين العكاوي والشاورما اللحمه. فرد مش علبه على بعض، وشاورما ايه سوري كمان مش المصري. فيلا بينا التوقعات. انا اسف نسينا الملف المهم جدا. طبعا مهدي هيكتب عكاوي اكيد. انا بحبهم كلهم. هكتبهم عكوة عايز اقول لي بس ده سر مكرونه بشاميل اكيد. العسل انا عايزهم كلهم. ليه ده انت ايه كاره اللحمه ده؟ انت راجل فراخ؟ لا خالص انا بتاع اللحمه بس مش انت فيجن. احنا جبنا كل اللحمه، في لحمه تانية مش عايزها ازاي يعني؟ لا يعني ما في حاجات كتير مش عايزها هنا، بس في حاجات بس يعني الحاجات اللي عايزها صيصانه قوي غالبا هتتغلب. انت كتبت برجر بس كتبته كتير يعني، عملت برجر كده صح؟ برجر. انا هحط صنف اللحم المفضل بالنسبه لي. بص انا ازعم ان انا النهارده عدوي اللدود هيبقى صديقي. القلم ده مش شغال. عدوك من زمان هبقى صديقك النهارده. المفروض تقول بقى صاحبي هيفضل صاحبي. انا قلت لكم الادعاء اللي عندي على اللحمه في المطاعم المصريه بشكل عام ولا ما قلتوش قبل كده؟ لا ما قلتوش. مصر ما فيهاش لحمه. ده تصريح خطير يا استاذ محمود. عشان حضرتك جاي من بره. تصريح خطير. كل ما بطلب حاجه ما تطلعش شبه اللحمه. ممكن يعرضك لمساءله كبيره. والله انا جاي المره دي لحضراتكم عشان تغيروا لي وجهه نظري. هو ده اللي احنا جايين ماشي حالا. يلا. مش هقول لك كمان شويه ولا حالا. يلا جاهز استاذ محمود؟ يلا يا فندم. الماتش الاول بين العكاوي اللي هيفوز طبعا ضد الشاورما اللحمه. نبدا بالعكاوي. جاهز يا استاذ محمود؟ استاذ محمود احنا انا هعمل معاك صفقه. احنا في رحله. انا هطلع حته واديك منها حته. ما انت بتعمل وحش. لا هديك حته. لا والله انا اديتك فرصتك خليها من العكس. انا وصلت. خد انت حته وادي له حته. لا انا ربنا يكرمني وقول يا رب. طب ممكن ناخد انت وانت مع بعض حته؟ يلا بينا. ما فيهاش دهنه اصلا. بص العظمه. بس والله العظيم تحفه. والله العظيم تحفه. بص العظمه راحت ازاي؟ بصوا يا جدعان. ايه ده؟ ايه دي فاضيه خالص. انتوا فالحين فيه كل بتوع الفيديوهات بتوع الاكل كل شويه رسلت لك البتاع دي تعني ايه يعني؟ دي علامه ان السوا. ماشي استوت. نفسي في مره واحد يعمل كده اللي احنا ما نقطعش هتاكلها اعتقد كده مش مستويه. جابوا منين ده؟ العكاوي من حجوجه. الله حلو فشخ. انا ماليش في العكاوي بس لما اصطادنا حته حلوه. انت بصل بس ولا في حاجه؟ صدقني انت محتاج تديها فرصه. هي حلوه بقى مع شويه رز بالشعريه. لا مش عايز. والبصل اقول لك على حاجه. انا ممكن افهم ان في حد ما بيحبش يعني الدهون ايوه ما بيحبش. ماشي بس العكاوي يعني لو هي عموما نظيفه خلاص. طلع منها العظمه واعمل الحركه بتاعتها. بص العظمه اوبا يا نهار اسود. بص وهي بتقع. لا زرجنت. ونعمل زرجنت. ده دليل على انعدام الجوده. اتكشفتوا بقى. اقعدوا بقى. مستنيك. اعمل ايه؟ تاكلها عشان انا باكلها عشان مبسوط. ايوه انت مبسوط بيها. وانا حنكر ان انا مبسوط بيها بس كده. لا ده راجل حقاني. استاذ محمود احنا واصلين ان احنا غيرنا وجهه نظرك عن كده اعتقد. عشان اجيب طاجن طويل عريض في الاخر يطلع بحتتين. استاذ محمود اسمح لي. بس هي غيرت وجهه نظرك عن العكاوي شويه؟ اوكي اسمح لي ان انا اعمل لك لقمه. اتفضل يلا حبيبي. ما تحطش بطاطس. استاذ محمود المهدي ده حبيبي. انت جبت محمود المهدي دي منين؟ ما اعرفش. هو زي التاكيد. هي محمود مهدي على طول؟ والله العظيم. مش المهدي ده. ايه ده؟ ياه مش مشكله. انت بتتفرج على الستريم؟ لا الستريم لا بس انا متابع جيد جدا. ليه؟ مش عارف. لا مش الفيديوهات بقى والحاجات مش. اوكي هيكسب العكاوي. انا بقول لك هيكسب العكاوي. خير من خد الفشيخ. تصويت. خدونا للاخر. تصويت. الشاورما دي من ابن الشام. تصوت. ابدا انت. عكاوي لان العظمه عملت كده. لا ماشي. دي طبعا دي اكيد. لا اولا عجبت عشان كذا حاجه. اولا عجبت محمود مهدي جدا 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 اعتقد. تخيل بقى. فطالما عجبتك يبقى هي حلوه. صح. ثاني حاجه ان انا بالنسبه للشاورما اللحمه السوري مش من مفضلاتي مقارنه بالشاورما الفراخ. فانا يعني ما بفضلش قوي اللحمه اصلا السوري. ممكن المصري. فلما تحطوا قدام بعض وش هاكل عكاوي مش هاكل شاورما لحمه. ده رايي الشخصي وتصويتي. بس انا هقول حاجه صراحه. هي العكاوي اكله عظيمه بالنسبه لي وهي الطاجن ده حلو قوي قوي قوي. بس انا الشاورما يعني لو قدامي شاورما وحاجه حاسس ان انا هختار الشاورما ككونسبت. يعني اللي هو ايه تاكل عكاوي ولا تاكل شاورما؟ لا العكاوي هو مزاج بيجي كل فين وفين. يعني هو الواحد نفسه دلوقتي في طاجن عكاوي كده. انما انت معظم الوقت نفسك في شاورما او معظم الوقت بتاكل شاورما او هتاكل شاورما. فلذلك انا هفوت شاورما. انا مقتنع في الماتش ده. يعني لو اختين دول قدامي على الترابيزه دلوقتي وحد قال لي دوق من دي ودوق من دي وبعدين اغرف لك من ايه عشان تاكل هختار العكاوي. اوكي لان فعلا اللحمه هنا فيها حتت حمراء صافيه ما فيهاش دهون كتير وطعمها حلو قوي 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 فشيخه يعني. بينما
الشاورما ديت انا مش فاميليار معاها خالص. حتى الشاورما السوري اللي انا اعرفها بتبقى ارفع من كده شويه، وبيبقى باين فيها ريحه البهارات اكتر من كده شويه. دي عامله زي ما تكون روست بيف متقطع بالطول. هي تقطيعتها تخينه وطويل يعني. بس طبعا انا دلوقتي قدامي فرصه ذهبيه ان انا اخرج العكاوي من دور 16، ولو ضيعتها المره دي ممكن اندم عليها داون ذا لاين. لذلك هفوت شاورما. هتندم عليها ليه؟ عشان مش هعرف اطلعها تاني. انا عملت الغلطه دي قبل كده، مش هكررها تاني. عشان النوع ده في شبه كتير قوي جاي. ده في كميه حاجات هنعمل العظمه كده تروح مسقطه بلح من تحت يا ربي. ماشي. تجوز الشاورما اللحمه عكاوي انا ما اعرفش ازاي. انا عن نفسي كان عمرو انا العكاوي. قلت لك ده تصويت سياسي بحت بصراحه. ايوه صحيح. مين الماتش اللي بعده؟ الماتش اللي بعده ورقه لحمه وكفته. ورقه لحمه وكفته. ورقه اللحمه ضد الكفته. انت ايه رايك على ورقه اللحمه؟ مش متعود. اوكي. ايه بقى هي يعني ايه ورقه لحمه يا جماعه؟ ما تيجوا ندي شويه كونتكست وندي شويه معلومات. يعني هي بتتعمل في الورق الفويل. وكتاب الله. والله انت هي ورقه لحمه عشان دي الورقه بتتعمل في ورقه فويل. انت فاكر ورقه تعود مثلا لحجم اللحمه او شريحه اللحمه او ان في حته في القطعيه الجزارين اتفقوا على ان اسمها لا يعني اسمها ورقه لحمه عشان في ورقه. ايوه انتوا كنتوا تعرفوا الموضوع ده؟ اكيد. ماشي. تعمل على الجريل وتتشوح وبتاع ما اعرفش ايه بخضار، وتدخل الفويل وساعات بقى تخش تكمل في الفرن. اول مجرد ان هي تفضل محافظه على حرارتها يفتحها لك كده بقى يبقى الموضوع مشهي وتخرج دخان وبتاع ما اعرفش ايه. مشهي فيها رائحات يعني يبقى الموضوع محمس. طب ما دي تبقى حلوه دي. اتفضل. انت جايب ده اللي عشان ده بيتاكل بيه اللحمه الورقه ولا الكفته؟ لا الورقه، ورقه لحمه. العيش البلدي بناكل بيه ورقه لحمه. ايوه بسم الله. طب احنا ليه قطعنا 3 رغيف دي؟ لا انا حازم شاركنا الرغيف. طب انتوا ما بتاكلوش معايا ليه؟ عشان انا بعك في الاكل يعني. لا انت عايز ايه؟ هو انتوا ما بتخشوش بتخشوا بالعيش على طول؟ بتخش بالعيش على طول. اهي انه بينزل في البهاريز. اسف يا جماعه عندنا في اوروبا حاسس ان انا طالع عيل سيس. ايه لغمط. لا ما لغمطش. اشوف انا باكل ايه الاول لا مؤاخذه. هي خضار بس خد بقى خضار وبهاريز من تحت. ما فيهاش حاجه. طيب انتوا اللي عندكم القدره على المقارنه دي في عالم ورقه اللحمه جودتها ايه؟ حلو عاليه طبعا. تمثيل جيد، تمثيل مشرف. تمثيل جيد. تمثيل هايل. اوكي. طول ما انت ما خدتش خضار وما لغمطتش اللقمه كده انت ما خدتش الفول اكسبيرينس. لغمط كده. ايوه لغموط حلو ده. ايوه لغموط حلو مع حته اللحمه. يلا ارفع. يلا ارفع ايه؟ انت ليه محسس انك مودست؟ الله انا بقول لك دي حلوه حاجه يا ولد. ايوه بقول لك انزل لتحت. ورقه لحمه معتبره دي ورقه اللحمه دي عنطوره من حضرموت عنتر. ايوه. والكفته من قصر الكبابجي. احنا بنقول يا جماعه الاسماء عشان الناس كانت بتتضايق. احنا بنقول الاسماء. اديني حته صغيره جدا. انا مش لازم ادوقها. كنت هوز كان في حاجه فيها طحينه من شويه. شاورما تتاكل حاف بنت اللذينه. خطيره. هل بناخد تصويت؟ انا بشوف ان ده ماتش مرعب في صعوبته. صعب قوي. الاثنين احلى من بعض صح ولا ايه؟ انا جاهز افوت. هوبا انا هفوت ورقه اللحمه. هوبا اديني. حاسس ان الدنيا هنا هتبقى ماشيه في سكه الناشف قوي. كنت داخل بقى ورقه لحمه ضد العكاوي. الله هتبقى في المليس قوي. ليه؟ كانت هتبقى لهلوط. كله بقى في اللهلوط يابا في النار. لا كده حلوه. حاجه ناشفه مع حاجه طريه. انا ماشي. انا عشان طالما حصل هذا الجدال يعني فانا هختار كفته. يعني انا مش هخرج. لازم محتاجني اشرح لك اكتر من كده نظريه الناشف والمليط. لا انا فهمتها. هو طبعا هيليط. والله مش الفكره هنا. عندي وجهه نظر عكس وجهه نظر اللي قلتها هناك. فاهم حاجه؟ لا يعني انا اكيد في العادي لو انا بين الاثنين اكيد هاكل كفته ودي اللي ليها مزاج لوحده. بس انا كانت اوفركم الحلاوه بتاع يعني الحلاوه اللي جايه فيها الصراحه. هي الصراحه من احلى الفورمات المصري اللي تاكل فيها ورقه. انا بجد والله ورقه اللحمه بتاعت حضرموت عنتر فعلا انا بشوف ان هي احلى ورقه لحمه بشكل عام. خطيره. قبله كان مين؟ المفروض البرنس. بس انا بشوف ان دي احلى. قصدي كمان اللحمه بتتحمر في الليه قبل ما تنزل على الجريل. انا صراحه بحب بتاع البرنس قوي الصراحه. بتاعت البرنس خطيره. بس دي والله العظيم بجد مش واخده حقها خالص. حلوه قوي. دي حقيقه. فاي جو فور ورقه لحمه. اتفق معاه بس مش هخرج الصراحه الكفته خاويه الدراعين بدون اي اصوات عشان الوفاض. خاليه الوفاض. ايه؟ لا نظبط خاويه ولا خاليه؟ خاليه الوفاض. بتتقال الاثنين صح عادي. شغال. انا ما اقدرش. انا بس بقول يعني. بس يعني الاكيد لا في خاليه ولا في خاويه الدراعين دي. ده اللي اكيد. اذا تفوز ورقه اللحمه في مباراه عصيبه جدا. لا وفي طبعا جاز علم ان استاذ محمود مهدي صوت لورقه اللحمه فدي حاجه حلوه جدا. انا جاي النهارده اوبن مايند. راجل فير واوبن مايندد جدا. لا جاي النهارده بجد بمنتاليتي بقى تانية خالص والله. صحيح. اللي جاي ايه؟
رقبه وشورت ريبس. انا لسه هتعرف على الرقبه دي لاول مره. الرقبه والشورت ريبس. الشورت ريبس ورقبه الاثنين اصلا يعني كل واحد مدرسه وعالم مختلف، يعني ده امريكاني وده مصري اكتر. ده سموكد، ده سموكد اصلا، وده معمول بس انا عايز افهم حاجه برضو في العالم بتاع اللحمه. الرقبه دي عباره عن ايه؟ رقبه رقبه فعلا حته من الرقبه. كل دي رقبه؟ لا دي الحته دي رقبه الكابتن شحات مبروك كده. كل دي رقبه. ما انت لو شفت اصلا الخروف عامل ازاي، بس يعني بيروح واخد الرقبه دي كده وكده وشغال بالحته اللي طب ممكن نفتحها كده ولا تقصها؟ يا مجنون ما اتعملتش ما اتفكت. لا بدل ما عملتهاش كده وراحت مسقطه يبقى ما عملتش. بص يا راجل دي طريقه، ده بص ده هوا، ده بص يا لهوي. بص بقى ايه من الكلام ده كله. بص تحت بقى يوجد اللحم، البهاريز هنا يوجد اللحم، والحته دي هديه مني ليك. الرقبه من المحمدي والشورت ريبس من لونج هورن. يلا يا عم عمرو. مع الرقبه ماش بوتيتو ورز تحتها اصلا. طب ما انا بدي شويه رز. خدها مع الرز كده البسمتي الحلو. يا العك انا اسف. وهجران ظلموا خطيره. المحمدي من اوائل الناس اللي وصفوا هذه القطعه. انتوا كلتوا ايه؟ كلتوا الحته الدهون دي بتاكلوها عادي؟ عملتوا كده قدام الكاميرا؟ انا متشوق اشوف الحلقه دي جدا. ايه المشكله؟ اتفرج معلش. بس في حته لحمه محترمه يعني. لا هي دهون بس في الطبق اللي فوق. خد الكبيره، الدهون دي بتبقى مسكره. ممكن تجرب؟ لا. كام من 10 رقه بالنسبه لك؟ بالنسبه لتوقعاتي 8 ونص. شورت ريبس اكلتها قبل كده؟ طبعا. تاني مره في مصر ولا اول مره في مصر ولا؟ ريبس لا عمري كلتها في مصر. انا بقول لك بقى الراجل ده جاي من منهاتن. انا ما قلت انت اللي سالت بقى اعمل لك ايه انت دلوقتي؟ طيب بص بقى هنا ايه؟ خيار مخلل، بتاع بصل بيكلد. يا خرابي وات ان اكسبيرينس، تدخين عالمي. ما ينفعش وات ان اكسبيرينس دي مع حته اللحمه اللي ب1000 وشويه دي، بس موجوده في مصر. يجي بقى في الباربيكيو هنا. اسمع مني بقى الحركه دي. الله. شويه بصل. انا كنت بحب الرقبه الصراحه قوي، بس الصراحه يعني حته خيار مخلل. طبعا اظن من العدل ان احنا نوضح للناس فرق السعر عامل ازاي. الشورت ريبس جايه ارداحي يعني بصوصات، مفيش اي حاجه، مفيش عيش، مفيش رز، مفيش بطاطس، مفيش اي حاجه. انت المفروض بقى تضيف معاها حاجات وطبعا هتبقى رقم. لكن الرقبه هنا جايه برز وجايه بعيش وجايه بماش بوتيتو وجايه، فاهم؟ بكام الشورت ريبس؟ السعر يعني الرقبه كام؟ الحته دي لوحدها 700 جنيه. طب والرقبه 587 جنيه. 200 جنيه فعلا. هي دي صفقه طبعا اكتر. لونج هورن ده فتح مصر تقريبا 2020، كان جايب سموكرز، السموكر الواحد ثمنه 2 مليون جنيه. فتكنيك يعني حاجه فينومينال وحاجه. انا فاميليار، انا عارف فاهم قصدي. فعشان كده والوقت اللي بتاخده والدنيا صعب ان احنا نقارن ده بده على مستوى السعر. يعني ده شيء سعره مش بس في حته اللحمه، تكنيك ابعاد تانية كتيره، فاهم قصدي. بس ده عظيم برضه، خطيره. هنفوت. الشورت ريبس اغلى وكباكج مش يعني هي جايه زي ما هي كده ومعاها الاربع صوصات دول. انما ده جاي بالعيش بالرز بالماش بس احنا مش بنقيم بالاسعار. انا شايف الاسعار عامل، بس النقطه اللي شرحها حازم احنا عمرنا ما شرحنا يعني عملنا ده بالاسعار. بس اصل هنا فرق الاسعار يتهيألي سيجنيفيكنت. طبعا يعني لا احنا عمرنا في الحلقه يعني في حلقات ما عمرنا ما حطينا الاسعار عامل حاجه مثلا ب 1000 جنيه وحاجه ب 200 جنيه وكنا بنكسب 200 جنيه عشان هي حلوه. يعني قصدي ايه؟ ما انا قصدي كده او العكس يعني. ده قصدي بالظبط. او العكس يعني ممكن تبقى فعلا حاجه حلوه بس هي ب 1000 جنيه ماشي، بس حلوه وممكن هي ايه تكتسح. فاحنا مش هنحط عامل السعر في الموضوع، هنحط شورت ريبس. انت يفوتد الحلو يعني الحاجه الحلوه فعلا. رقبه. الراجل ده جه النهارده يكسر كل بتفاجئنا ليه؟ القواعد والقوانين واللوغاريتمات. دي تتميز بحاجه عن العكاوي كمان، ان كميه اللحمه الحلوه بالنسبه لي فيها كتير يعني. فانا فهمت حاجه واكتشفت حاجه، ان انت مشكلتك مش مع طراوه اللحمه، انت مشكلتك مع الدهون 100%. يعني لو اللحمه طريه، انا كنت متخيل ان انت عندك مشكله مع المنظر ده خالص، ان اللحمه طريه وبتدوب والكلام. لو كان دي مشكلتي كانت مشكلتي هنا كمان. هنا اللحمه ما فيش، انت ما بتلحقش تمضغ، دي زبده يعني. لا هنا يعني دي تتميز عن العكاوي بالنسبه لي، ان 70% منها بالنسبه لي يتاكل، فانا بالنسبه لي اتس ويننج ديل. وعلى فكره هي العكاوي كده، بس انت ممكن لا ممكن طلع لك مره واحده مليانه دي. انا قابلت اساس عكاوي على هذه الترابيزه اكتر من مره، وفي كل مره ببص على الطاجن، انت لو تركز، لو حضراتكم كمشاهدين تركزوا، انا يعني من مؤاخذه بقيت فيها
يعني علشان افهم الدنيا. من العكاوي، من طاجن العكاوي كله على بعضه انا اللي ممكن اكله منه 30-35%، لكن الرقبه ديت ممكن اكل 70-75% منها. طعمها حلو، طريه، فيها فرايتي، تعرف تعزف زي ما كنا بنقول بالادونز اللي حواليها والحاجات اللي معاها. ومعلش انا اللي عايز ادخل السعر في الموضوع يديني نفس الاحساس بتاع طراوه اللحمه وطعمها والصنعه اللي في السوا بتاعها، وارخص من دي كتير، لذلك يفضل شورت ريبس. كل شويه القدر بيديك فرص عشان تصلح موقفك معايا وانت بتتخلى عنها. عارف انت لما تبقى واخد قرار فاهم اللي هو ايه شورت ريبس. مين فينا اللي متأمرك يا ساده؟ مين فينا اللي مش من تراب هذا الوطن؟ بس انا في حاجه استوقفتني ان انت ما قلت ان الرقبه يعني انت ممكن تاكل فيها 75% غير العكاوي، بس الشورت ريبس تاكل فيها 100%. بس انا هقول لك يعني لا بس معلش الرقبه دي بص طبقه الفات قد ايه؟ لا طبقه فات محترمه يعني. معلش بس انا بالنسبه لي دي ما فيهاش بص السمك اللي عامل ازاي. ومعلش انا اسف هلعب الكارت بتاع الانتشار سيكا، يعني انا اكلت شورت ريبس بره مصر، لا الفرق كبير. من ناحيه الطعم ولا طعم؟ معلش عمرو اصل احنا غالبا ما نعرفش يعني احنا لا. انت اكيد كلت شورت ريبس لا بس في نقطه انا بالنسبه لي التدخين ده كتدخين هو فشيخ، وتتبيله قصدك كنوع طعم هانز داون طعم، لا تكستشر ولا صنعه، طعم كلحمه ولا كتتبيله وتدخين. الفاينل اوت ما اعرفش بقى السر فيه. يعني ممكن اتفق معاك ان نوع اللحمه يعني اكيد بره ممكن يبقى احسن في حاجات. لا هو بص خلي بالك انا برضو الادعاء اللي قلته في الاول دوت يبقى واضح. انا لما قلت مصر ما فيهاش لحمه دي عمليه مبالغه شويه للجوده بتاعه اللحمه اللي موجوده في المطاعم المصريه. ده مش معناه ان مصر كلها ما فيهاش لحمه. الناس اللي متعوده على جزار معين بتجيب لحمتها منه وبتسويها. انا اعرف كويس جدا ناس عايشه مصر بقالها سنين تاكل لحمه في مطاعم، لكن لما تيجي تجيب لحمه لبيتها تجيب من مصر، لان هي ديت اللحمه مش بس عشان الذبيحه وعلشان الحلال والكلام دوت، هي دي اللحمه النظيفه اللي يعرف يطبخها، يعرف يطلع منها حاجه يتمزج وهو بياكلها. ده عامل 100% ان اللي في اللحمه اللي في المطاعم بره احسن من اللحمه اللي في المطاعم في مصر. طب احنا دلوقتي فوقنا الشورت ريبس، هل متضايق؟ لا خالص يعني ده سوري. هتلعب معاك لعبه حلوه يعني قدام؟ اتس كلوز كول. لا تمام. وانا بحبه هاكله هو بس يعني انت دلوقتي لو الرقبه لو كانت كملت كنت هتلاقيني دايما داخل برضو ادور وافصص وبتاع، ده ما فيش، ده اللي هتدولي هاكله. يفوز الشورت ريبس على الرقبه، ونذهب الى الماتش اللي بعد كده. مين؟ يلا بينا. ريب اي وبريسكت. الريب اي والبريسكت. ستيك ريب اي اللي هو مش ريب اي ضد البريسكت اللي اعتقد ممكن تبقى برضه بريسكت. لا بريسكت دي بريسكت يعني برضو هو اكل بريسكت بره، بيقول لك ان دي مش بريسكت، سواها زياده شويه باين من المنظر. بس خد بالك برضه ان دي جت ديليفري وقعدت وسخناها برضه عشان كل لا بس مش انت اللي مسؤول عن ده، مستحيل يعني. لا بس مش تسخينك ولا قعدك، بديك الظروف برضه. حاجه القعاد والتسخين بتاعه هو اللي هيدي اللون البني الغامق ده، انما هي اصلا كان يعني هي لما بتيجي العادي مش الدرجات دي يا حازم، دي مش قاعده من امبارح يعني. وده مش ريباي، ده مش ريباي. ده حط الشوكه يا جماعه، ده مش الريباي. الريباي دي احلى قطعه ستيك في العالم. هي ريب اي. ايوه هي ريب اي بس سيئه. هي قطعه ريب اي فعلا، ولكن هي لحم حجري. انا مش هقول بتاعنا، انا اسف ارفض هذا الطلاق. الله دي كرومي حلوه قوي. دي مش ويل دون، دي عدت، دي كونجراتيوليشنز زي ما بيقولوا. يا نهار ابيض يا جدعان، هو المفروض نرجعها. هو غالبا ده اللي هيحصل في الاخر. نرجعها؟ ما فهمتهاش. كويس حلو. بس يعني انا ما اظنش ان سواها المفروض يكون كده. انت محتاج تدوق الريب اي. هتحب البريسكت قوي يعني طالما انت هتقطع البريسكت اللي انا معاك فيها ان هي مش احسن حاجه الصراحه، ودي تخرج الماتش الجاي، بس دي لازم تدوقها. لا يعني ده كرومي مش مدخن معتق. ممكن تدوقها؟ دقتها؟ ايه رايك؟ ممكن نعمل بيها ايه مثلا؟ لا اتمنى الالات ده عادي. ممكن نعمل بيها ايه؟ ممكن لو احمد عصبك ولا حاجه احذفوا بيها. يعني انا حرام ادفع فيها الرقم ده. انا مش متضايق ان هي هتطلع، انا متضايق ان دفعت فيها رقم كبير قوي. والله هي دي الرساله اللي انا نفسي نوصلها للناس، ونفسي تطلع بطريقه ما تضايقش الناس وما تضايقش المطاعم وما تضايقش الكلام دوت. بس انا بقول ادعاء، انا اسف ان انا قلته بطريقه متطرفه قوي في الاول، هحاول اصيغه بطريقه ارق شويه. مطاعم مصر اللي بتسيرف قطعيات لحمه محتاجه تراجع نفسها 100%. ايوه لا وكمان مع زياده الاسعار، بمجرد اطلاع الناس في اي تجربه من التجارب للاكل بره مصر هتعرف كويس قوي ان الفلوس حرام في الحاجات دي. والله ومعلش ما ينفعش ان انا مع زياده الاسعار ان انا ادفع في طبق زي ده. بس خلينا برضه متفقين على حاجه، ده مش معقول. انت عجبتك العكاوي مثلا
فنوعها كويس، عجبتك ورقه اللحمه، يعني قصدي في مطاعم بتراعي الرقبه 100%. الرقبه يبقى حلوه جدا. الرساله اللي ممكن نوصلها، انت لو تعرف مطعم ستيك توت بلاش تفتح الباب للتجارب اكتر من اللازم، لانها بتعور وبتزعل ماديا جدا. وبجد يا جماعه الواحد بيخرج عشان ينبسط. ساعة لما تيجي تنزل وقاعد معاك ولادك ولا قاعد معاك صحابك ومتكلف داخل في 3-4 آلاف جنيه على الترابيزه وتقوم متقدر، ده حرام. صح والله. بس البريسكت حلو قوي. تفوز البريسكت على الريب اي. بصوا احنا حاولنا نجيب نوعا ما من مكان نوعا ما كويس، بس ظروف الاختيارات والاسعار نديهم افضليه الشك، حظهم وحش معانا. بس هل الريب اي كريب اي لو جايه في احلى شيب ليها هتفوز؟ تكسب اي حاجه على الترابيزه. انا ريب اي اول ذا واي، تكسب بريسكت اي حاجه تاخد لو انت عارف السوا المفضل بالنسبه لك والصوص اللي انا لو ميديم ريب اي ستيك صح بيكسب الترابيزه. شويه ماشت بوتيتوس جنبهم واتعشت يا معلم. يعني احنا ممكن يعني من غير ما نكمل الحلقه واكلها بدهنتها ما سيبش فيها حته. ماشي عشان دهنها بس عشان برضو بقري شويه صح، عشان بقري. لا الكمال يعني انت برضو بتقعد فيها حته العزف اللي بقولها ديت، اسف المكرر نفسي. يعني انت بتاخد حته دهنه مع حته لحمه وتقعد توزنها. طيب احنا ممكن تاخد من دلوقتي لو جت احلى قطعه ريب اي كانت تفوز في الحلقه، تكسب الترابيزه كلها صح. الماتش جاي مين؟ برجر وموزه. يلا بينا. البرجر ضد الموزه. بعد اذنكم يا جماعه، اوعى استاذ محمود انا اللي هلعبها المره دي. هيفتتح العظمه بتاعه الموزه. اصلا نزلت خلاص. ما هي نزلت. ايه اللي نزلت دي؟ لا في حته اهي. زقها بايدك ونعمل كاننا متفاجئين. ما بتعملش لا ما بتعملش. بص يا كابتن، بص اللحمه دايبه ازاي. بص حته اللحمه. طب جوسي ولا ده العظم بيسيب يا لهوي. اكشلي هي حلوه فشخ. كنت جاي اهزر بس حلو الصراحه. نبدا بالموزه ولا بالبرجر؟ حد يفضل الدش يا جماعه بعد اذنك. الموزه دي يعني هتلاقيها من احسن حتت الموز، من احسن الموازيز. ليه باخد من الحته الحمراء بتاعت الاستاذ محمود؟ الحته الحمراء بتاعت الاستاذ محمود اللي بياكلها مع الفرايز. مع الفرايز والناجتس. ممكن تنزل دي شويه. يعني نزل دي عشان عايز انا خايف تقوم منغزني، فاهم؟ بشويش. الموزه الروستو. انت معادني زي الداده كده. خلصنا. ايه رايك؟ دي برضه اللي معاها باش بوتيتو وعيش. خبر ابيض على الجمال. حلوه. ايه ده؟ شفت الحته دي؟ ايوه. بص الحته دي يا جماعه. ما بتحبش الموزه اصلا؟ انا بخاف منها. اكلتها قبل كده في حته يعني ما عجبتكش؟ بس صدق وتؤمن بالله انا اتبسطت في الرقبه اكتر. انا بحب الرقبه اكتر. انا مش قادر احدد. دي شويه الرقبه كانت اطرف. ايه الكلام؟ والله مبسوط بجد يعني مهدي مبسوط بجد. وبص وبيبقى في مزيكا شغاله. اقسم بالله انا مبسوط لان انا كنت حاسس الحلقه دي ان هو هيدور فينا الضرب ويقول لنا انتوا ايه اللي انتوا جايبين طبعا هو انا برقص قدام الكلام. ايوه بس انا مش قصدي. وبقى يظهر حاجات فوق. لا وخلي بالك كل القطعيات اللي هو اتبسط منها دماغك دلوقتي. بص مزيكا فوق. كل الحاجات اللي هو اتبسط منها حاجات هو قال ان هي مش تعجبه، فانا مبسوط. صباحك نادي. لازم نبدا ناخد على البرجر. ده دبل سماش برجر. عامل زي المين بتاع الراجل اللي كان ماشي مع الست ويبص على الست بتاعه. الله عجبك في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه هنفوز ده قصدك؟ مالك ايه اللي حصل؟ عايز اكسب ده عمو النبي. عايز تكسب ده عمو بالنبي؟ مش عارف. الموزن المحمدي برضو عمو على فكره. من اكبر الاسباب اللي بتفرق في الحوار ده يا مهدي برضو نوع الذبيحه. طب دي حاجه يعني انا لو عاوز اوردر دي يعني لو عايز اروح المحمدي. لا هو بيستعمل ذبيحه واحده. انا قصدي في يعني انا عاوز موزه وخلاص. عايز بقول لك ايه ده بيعمل لك شو كمان ونار وبتاع. لا انا مش عايز الحاجات دي بقى. لو حد جاب لي كده هديها له في وشه. لا هي بتبقى جايه بس في نار. ما بيوقفوش يغنوا. لا ده شو حركي. بص هم عندهم 2 موزه مغربي وموزه روستو. دي روستو تمام. دي اللي من غير نار. الموزه المغربي الثانيه اللي فيها نار صح. اللي بيبقى فيها خضار وبتاع. جماعه انا الحلقه دي بجد يعني انا طول عمري بحب اللحمه بالطرق الغربيه. البريسكت والريباي والتندر لوينز والحاجات ديت بجد. وما بحبش اللحمه بالطرق الشرقيه 100%. بخاف منها عشان كميه الدهون اللي فيها. الحلقه دي بتشقلبني بمنتهى البساطه. بتشقلبني في عامل مهم اللي هو زي ما قلنا الذبيحه. هو بيستعمل نوع ذبيحه حلو تمام. فده بيفرق في يعني مثلا بيفرق في ايه؟ مفيش ريحه. مش هتشم ريحه الضاني حقيقي. من هو ضاني. الحوار ده مين قال لي عليه؟ كنا مره بناكل يعني، وكان معايا واحد صاحبي ياباني كده بناكل يعني في هناك، فاكلته ريش وموزه وبتاع فضاني. فهو بيقول لي اول ما ده قال لي هي ازاي ملهاش ريحه؟ لان هم الخرفان اللي عندهم كلها مش حلوه، فبياكلوا دايما بقري
فهم متعودين على البقري. هنس اللي بقول لك عليه بالظبط، بيبعدوا عن الضاني خالص. فقلت له عشان ده نوع حلو من الضاني، مش هتلاقي فيه ريحه، مش هتلاقي فيه حاجه، فانبهر جدا. فانت لما تاكل ضاني حلو مش هتحس فيه مشكله. المشكله احنا بناكل نوع وحش من الضاني بس بتلاقيه ريحته وحشه، وتلاقي فيه دهن مش حلو وطعمه وحش، فبيقفلك من كل حاجه. دي التركايه يعني. برجر ولا موزه؟ خلونا في الاخر في كذا حاجه من دي. طيب انا خليك تسوينج. موزه. اوه ضربهم في مقتل. انا مبسوط. انا عامل زي اللي دخل الملاهي الاول مره يا حازم. هي دي حقيقه. هي دي حقيقه فاهم. معلش ما تلومنيش. اللي هو اكتشف ان في ابطال اكتر من ابطال الديجيتال. لا انا اكتر حاجه عجباني ان مهدي مبسوط بجد. والله انا مبسوط انبساط يا جماعه. مهدي خرج البرجر قصاد الموزه الضاني. انا ايه اللي بيحصل في الحلقه دي؟ كنا امبارح على القهوه، فبيقول لي ايه الكلام ده، بكره هناكل لحم. فقلت له الليسته هناكل. قال لي ليه بس كده، ودي مش هاكلها ودي مش هاكلها. انا كنت برفص والله. دلوقتي هو مبسوط، فواضح ان احنا نجحنا ان احنا نقدم فعلا. بس بجد والله الحاجات ديت ده الستاندرد بتاعها. انتوا مش عاملين حاجه مخصوص عشان تعجبكم. والله العظيم طالبين حاجات عادي جدا من الكول سنتر عادي جدا. مفيش حاجه من الحاجات دي متوصيه تماما. أوكي. تماما يعني. الحاجات دي احنا بنطلبها عادي زي اي حاجه. عايز افرق معلش. مع ان برضو عايز افرق حاجه لحد معين لمراتي بس عشان لما اجي بعد كده اخرج معاها واطلب الحاجات ديت. لسه كنت هقول اصلا. بصوا النبي الحته عامله ازاي. بص دي ليه ما تعجبناش. ليه هي مراتك برضو ليه حرام حرام. هي مراتك برضو معاك في حاجه. لا انا لحماوي اكتر بكتير من مراتي رغم اللي انا عمال اقول لك عليه. اوه كمان اصلا ده انت يعني. بس يا ابني ان احنا الاثنين كنا غلطانين لان احنا فعلا بنروح نطلب الحاجات الغربي زي ما بقول لك وما تعجبناش فبنقفش على اللحمه كلها. تمام. ففوز الموزه معانا ونذهب الى الماتش بعد كده. مين؟ السجق والضلع. فيلا بينا. الضلع ضد السجق. السجق الشرقي بتاعنا العادي. اسحب لنا عضمايه كده وبارك لنا الله. انا بقيت بعمل حركات. ده نفس احساسي يا جماعه لما اتعلمت العوم وانا صغير. الله اكبر. خلاص بيسيبوني في الميه شويه يسيبوني. الضلع في هو ده اكتر دهونا من الرقبه ومن الموز. ايوه واضح. فعايز تجربه زي ما هو. خد الحته الاول القدامانيه. ما انا بعمل كده. بس ده يعني انا بحس ان بقى امشي بقى خليكي حلوه انت بقى. مش متفائل. لا دوقها. مهدي مش متفائل. دوقها زي ما هي. لا. طب جرب. لا هتعجبك. لا كبيره جدا مش عارف اتراجع في النص. حته صغيره عشان ابلعها. بس هي اصلا هي فعلا هي دهن فيها اكتر من هي اكتر واحده فيها دهن. كويسه بس مش هنبقى اصحاب. بقول لك انت واخد. ايه ده ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انا بدور على لحمه الصراحه. انت تقريبا خدت حته اللحمه في بتاعك. لا خلاص خد عشان انا باكلها بالسهم يا عمي. انا باكلها بقى. بس هو بجد هو عامل نفسي اكتر من حاجه. انا حصل معايا الحوار ده مره. حضرت ذبيحه زمان قفلني من الضاني فتره فعلا. بس كانت تجربه وحشه قوي في الذبح. فعشت التجربه مش حلوه. قعدت فتره اقفل من الضاني. هو الموضوع نفسي يعني. لو انت خدت تجارب حلوه هيفرق معاك الموضوع. زي كده الرقبه والموزه والعكاوي. مش انا من خلال الرقبه والموزه والعكاوي والحاجات ديت اثبت لك ان انا راجل منصف. سجق حلو قوي. سجق حلو قوي. سجق حلو. لا مش سجق حلو. سجق حلو قوي قوي. من فين ده؟ قصر كاوي. حلو قوي. والضلع من محمد بصراحه خطير. سجق. يلا الماتش اللي بعده. سجق. احنا وزنين الدنيا كويس. كان برجر والله العظيم كان هيوزن. طب والله كان هيعمل وزن حلو قوي. كان لازم نخسر الشورت ريبس. الماتش ده امريكاني وصايص على بعضه وشبه روحه. والله البرجر لو كان موجود كان صح. كان البرجر بدل الموزه فكان هيبقى موزه وسجق. قصدي كان هيبقى برجر وسجق. بقى كده احسن. ماشي. ده مفروم على مفروم ما يلزش. ما يرولش ما يلفش. الضلع انا الصراحه بالنسبه لي لو قدامي الموزه الروستو والضلع هاكل الصراحه الموزه. مين الماتش اللي بعده؟ فيرلاند مندي وكتف البخ. مندي لحم وكتف البخ. والله العظيم. مندي وكتف مدخن. الكتف المدخن من ابن الشام والمندي من حضرموت عنتر. الكتف المدخن يا اما عسل ودقوس تقريبا وصوص غريب كده. ما تاخدش كتير لحسايه. خلي بالك من نفسك. الكتف شكله حلو قوي على فكره. ايه ده؟ ايه الصوص الغريب ده؟ هل اكلت لحمه بالعسل قبل كده؟ طب ممكن تدوق المره دي لحمه بعسل؟ حاسس ان ده اللي انت كنت بترجوه ولا؟ صح 100%. انت فهمتني. انت اخيرا يا حازم فهمتني. كده ممكن اجدد لك عقدك ونلعب مع بعض بقى الموسم الجاي. ارجوك. الله ايه ده؟ حلو. الله. بالعسل خطيره. جربتها بالعسل؟ كتاب العسل خطيره يا لهوي. الرز حلو. اول مره اجربها الصراحه من ابن الشام. حلوه فعلا. واو.
حلو. لا جامد أيوة قوي فعلا. جامد قوي قوي قوي. على فكره الماتشين دول الماتش ده هيبقى صعب قوي. والرز عجبك؟ قوي. عجبك الرز؟ ما عرفتش ادوق. طب دوق عشان طب دوق عشان الرز حلو. الرز حلو الرز قوي. هنا. ندخل بقى على اللحمه المندي. واو. مم. طب على فكره بقى انا مش شايف ان في مانع. بصراحه شبه كبير جدا من بعض. حاسس ده كان النهائي ده. الله يا عنتر، الله يا عنتر، انت كمان ايه الماتش ده؟ احنا من بعض الصراحه حلوين قوي قوي يا قوي. لهوي يا لهوي على الحلاوه. طب ايه هنعمل ايه في الحوار ده؟ وانا ممكن اعرف سعر الطبق ده قد ايه؟ بص المندي المندي بتاع حضرموت عنتر خلاص احنا تجاوزنا يعني بدل المره 10 خطير. 1434 ميكس سنس والله. 1434 سماوي. تحس ان هو بيتكلم على كبيره لا كبيره يعني لا مش مندي. لا سايبها لك دي بقى. طب هو المندي بكام؟ بس انا حاسس كميه ده غير كميه ده. ده عملاق اكتر؟ ده طبعا بشكل واضح. يعني ده يكفي. ده نفرين؟ بس ده نفر لحمه، هو اسمه نفر لحمه صح؟ نفر سوبر باين حاجه كده صح؟ ده نفر سوبر. هو النفر شخصيا لازم يكون سوبر. مش الطبق هو اللي سوبر، النفر هو اللي سوبر. يعني عندما يوضع هذا الوضع في الاعتبار يعني انا دخلت السعر. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها يوضع هذا الوضع في الاعتبار اولا. لا الواحد ابتدى يهيس جامد. تلاقي عندك اراء غريبه في المرحله ديت. يعني مثلا ليه الزمالك بقاله فتره طويله مش عارف يثبت على مستوى واحد من فاركو؟ هتعمل مشاكل على القناه. ايوه فاهم جاي هيعمل قلق وعايز يروح لنظر احد الاشخاص الناحيه الثانيه. مالناش دعوه حبيبي يا كابتن سيد. مالناش دعوه احنا بالحوار ده. الاثنين حلوين فشخ يا جماعه بجد والله ما عارف. يعني انا عايز اسوينج مع المطرح ما رايحه وخلاص. انا قلت مندي. ده ماتش خساره ان هم جم قصاد بعض. انت قلت مندي ها؟ انا قلت مندي. طب خلاص بسيطه. ده انا نسيت اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كتف مدخن. ممكن نعدي ده المره دي. مش جواب غرامي هو اخلص. مندي فاز معانا. اخر ماتش في دور ال 16 معانا. اخر دور قبل الروف. ايوه ريش وهوت دوج. الريش الهوت دوج اللي بعده. الريش والهوت دوج. انت بتحب تدوق مين؟ احنا تيسنا صح؟ تيسنا فشخ شويه. انا عموما كل مره ببتدي بالبلدي، خلينا المره دي ابتدي بالافرنجي. يلا بينا افرنجيو. تعال نقول مبدئيا ان هي اسخن من اللازم. الهوت دوج عاده مش محتاج يبقى سخن قوي كده. هو حلو قوي الصراحه بس ده مش هوت دوج. مش حاسه هوت دوج خالص. ايه التوبنج اللي عليه ده؟ جبنه بس. جبنه. ايه ده؟ تحب تاكله بايه؟ جبنه ارتفيشال. كاتشب، ماسترد، خيار مخلل، اندات ست. ودي والبصل المخلل الحلو الاحمر اللي هناك ده. يعني ادونز بقى بمزاجك. احلى هوت دوج في العالم فين؟ المانيا المفروض. لا بس ده مش امان. بقى يعني حلال يعني؟ اكلته فين؟ يعني مش امان خالص. المضمون لانه مكتوب عليه بيف هوت دوج 5 جايز. حلو بس مش. اكلته فين برضو؟ اكلته فين؟ كل حاجه. انا اكلته في الامارات وكلته في فرنسا. بس انا اكلته في فرنسا وكلته في بلجيكا وكلته في ايطاليا وكلته في هبابه دي اسبانيا. ايه احلى 5 جايز فيهم؟ شانزليزيه فرنسا احلى 5 جايز في العالم. ريشه ويا ريشه. ويميدت يا اولاد. اخر طبق. الله اكبر. اي نوم يوناش. الله اكبر. ريش معانا ولا ايه؟ ريش. انت ليه ضدكم ليه؟ معك 3 ريش. على فكره مش اعظم ريشه ايفر. لازم مش تاكل ريش بس في المحمدي جوه المحمدي. ده منين؟ هو المحمدي بس ده محمدي؟ بس مش بس فعلا وحشه ودي غريبه. انا حسيت برضو ان هو مش قصر كده جيت تصدق. يفوز الريش على الهوت دوج. كده خلصنا دور 16 حاليا على دور الثمانية. على نظافه بقى. اللي بعده ورقه اللحمه ضد الشاورما اللحمه. غريبه اللحمه ضد اللحمه. فعلا دي حاجه ما حصلتش الحلقه دي خالص. صدفه. اهلا وسهلا بكم في مرحله الغيبوبه بعد ساعه تقريبا من الراحه. مهدي حاليا بيحلم معانا. كل الخرفان اللي انت جبت سيرتها شايفها دلوقتي. خرفان. طب ايه الكلام؟ ورقه لحمه ان شاء الله. اوبا مهدي يتهور. انا عديت الشاورما بصعوبه. يعني انا ما كنتش مشتري قوي. مش مشتري شاورما قوي. لا انت ورقه لحمه. عجبك البهاريز والفهاريس ولا انا موت. انت فاكر انت مغامراتي مع طاجن البصل؟ بحب انا حاجات البصل مع الخضار مع ده هو اللي علمنا. اول واحد علمنا العزف بالاكل. يور فوتنج. ورقه لحمه ان شاء الله. ورقه اللحمه تفوز ورقه اللحمه على الشاورما اللحمه بكل سهوله بثلاثه نظيفه وخروج غير مشرف. نذهب الان الى
الماتش اللي بعده اللي هو بينه ومين؟ مباراة أمريكانية خالصة، شورت نعم. ريبز تقابل البريسكت. الشورت ريبز ضد البراسكت. لونج هورن بيباري بعضه. يعني ده بيباري بعضه. الاثنين من لونج هورنيه. لونج هورنيه. قال لك بيباري بعضه. يلا انا اي فوتد فيرست. يعني انا كنت صاحب اول انت صوت. علقت على بيباري بعضه وما علقتش على لونج هورنيه. لا انت كنت قلت ايه الكلمه، ايه كانت الكلمه اصلا؟ اللي هي يباري بعضه. يباري بعضه. يباري بعضه، تحس انه لعيب من تنزانيا. يباري بعضه. تحس انه لعيب اسمه حاجه تانية والمعلق المصري جوه الملعب بيقول عليه يباري بعضه. يباري بعضه. زي شميلس بيكلي كده. ده شميلس بيكلي. هو شيملس بيكلي. انا اتصور انه شيمس. لا مش شيمس. يعني شيمس ده بتاع المصارعه. الاسم الامريكي. ما هو شيمس ده اسم بني ادم يعني. ده شيمس ده غير شيملس. ما اعرفش. هو بيقولوها شيملس بيكلي. ما هو شيملس دي حاجه يعني. شيملس ديت ايوه شيملس. ايوه يعني ممكن قصدهم كده. تلاقي في كان بيمرنا مدرب اجنبي وبعدين الواد خرج من غير فوطه فقال لك ده شيملس. شيملس بيكلي. فافتكروا ان اسمه كده. هو بيحط على الفرق اللي قدامه بسهوله فشيملس. يمكن. ممكن. بريسكت ضد شورت ريبس. انا كنت صاحب الضربه الجويه الاولى المره اللي فاتت في حد غيري. الاجابه هي شورت ريبس. بريسكت. ده بجد؟ لا مش عند بجد. انت عجبك دي اكتر بس اصلا. انا حاسسك انبسطت هنا اكتر. لا انت عجبتك قوي الشورت ريبس. انا عجبتني قوي الشورت ريبس مقارنه بالبريسكت. حتى قلت اوفر كوكد وما عجبتنيش. يعني بس كان ماتشها مع حاجه وحشه قوي. كانت مع ده اللي كانت مع ريباي. ايوه لا. بس انت ما انبسطتش بدي زي دي قصدي كده. يمكن على مستوى رد الفعل الاول الانطباع، بس على مستوى الطعم عجبني. اوكي انت بريسكت اكتر. يس. ماشي اكتر مش قصدي. اوكي. مش قفش. شورت ريبسو. انت ما فوتش معايا ولا مره. كل اللي اتقال اشاعات انا ولا مره. ازاي؟ ولا مره بجد والله. انا اللي فوت معاك احيانا، انت ما فوتش معايا ولا مره. انا جاهز. يفوز الشورت ريبس على البريسكت بثنائيه غير نظيفه جدا جدا جدا. نذهب الى الماتش بعد مين؟ موزة وسجق. احنا بنهم بتخين الدور كده، ما احنا مش نفس احنا عايزين نروح صح؟ انا بقول لك ارجع دي مع العادي. ايوه صح. ارجع المذيع. دخلنا في هذا الذوق حتى كده. فاكر الحلقه اللي رجعت فاكر مذيع فيها. ايوه ده انعكاس مباشر للجوده بتاعت الاكل احنا اكلناه. طب ايه رايك تيجي تقعد دور مذيع؟ اجي اقعد دور مذيع من عندي. لا اجي دي اصل اجي اللي انت قلتها دي فيها 4-5 خطوات وانت رحت جاملهم في اجي دي يعني اقوم والف من على الترابيزه. لا خلي بالك هتعدي المايه واقعد مكان وتخش من الستاره دي ونقعد نظبط وتطلع من الستاره دي يقول لك مش تنفع تعدي من هنا فهترجع كل ده انت رحت عامله اجي عشان تاخد كان زمانك جيت الشكل بتاع القناه بتاعتك. مش فاهم والله. انا ممكن ازعم. تحب الحلقه الجايه اعملها لك من الكورس اللي في النص. عندك بس كل ده عشان ما يقومش. هيغير فورمات الحلقه عنده عشان ما يقومش. او ما بقومش. انا لسه تعملوا نفس المكان ده ولا يفرق معايا. هتبقى حلو جدا. هتبقى بتبص للكاميرا كده. هبقى عامل زي ترينت الكسندر ارنولد جاي من ورا كاشف الملعب. كمل زي انت الحلقه. المباراة القادمة في ربع النهائي ستكون مواجهة شرقية ما بين الموزة والسجق. خليكم معنا. في مواجهات دور ال 16 الموزة تألقت بشكل واضح جدا وما زالت متألقة حتى الآن. يعني من الأطباق القليلة، معرفش لو حضراتكم توافقوني ولا لأ، اللي حتى بعد ما قعد وبعد ما برد لسه شكله جذاب جدا 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 وفاتح للشهية. أما السجق فدخل اكتسح المباراة بتاعته من أول لحظة وبالإجماع. ودلوقتي وهم أمام بعض، مين اللي يكسب معنا؟ ابدا انت المره دي بقى. لا ابدا انت المره عشان اروح البطوله بتاعك. ايه ده؟ هو انت فكره ده فوز يرضيني؟ خلاص موزه. سجق. ليه يا حازم؟ يعني ليه يا حازم تخليني افوت معاك يا حازم؟ سجق والله. ما تقول موزه عشان افوت معاك انت. اصل الصراحه السجق حلو، بس لا انا جيت من بعيد في موضوع الموزه ده. بص اقول لك حاجه من الاخر. انا اكتر حاجه عجبتني النهارده في الشكل ده بتاع اللحمه هي الرقبه. هي الرقبه خرجت ولا راحت؟ الرقبه خرجت صح. مين اللي خرج الرقبه؟ احنا كنا مبسوطين بالرقبه والله. صح. وانا مفوت رقبه. ايوه صح. عشان تعرفوا ان الضغائن والمشاعر السلبيه عامت بصركم جوه الحلقه. لا انا الموزه بصراحه مش قادر. اذا فالموزه تنتقل للدور نصف النهائي لتقابل الفائز من مندي لحمه وريش. المواجهه الاخيره في مباريات ربع النهائي، الريش
تفوقت وفازت فوز، ولكنه كان فوز غير مقنع نسبيا، خصوصا بعد ما خدنا وقتنا في الافتر تيست بتاع الريشه لما كلناها. اما المندي فكان في واحده من اصعب المباريات واكثرها سخونه، واذا كان هو الفائز ام منافسه فكان هيبقى فائز مستحق جدا. والان وهما وجها لوجه، من سيفوز؟ انا ممكن ابدا بالفوت في هذه المباراه. كده انا عملت اللي عليا، كده انا بديله الفرصه الاخيره، هو حر صح؟ ماشي. مندي. ريش. دمكم خفيف قوي يا مصريين والله. دمكم خفيف كتير سكر. كده اثبت ان هو ما زال ايوه رايه. والله العظيم ما عندنا. ايه اللي والله العظيم عندك ده وحش؟ ده وحش. ده انت كنت من شويه بتقول الراجل اللي بتقول عليه محروق. ثانيه واحده، انا حلفت بالعظيم. ايه ده؟ في ايه؟ في رزايه، في حاجه نطت بس في رزايه كانت عملت كده ايه العبث اللي هي فعلا الريش دي مش احسن ريش اكلتها ليه؟ بجد. لا بس انا من عشاق الريش. هي هي احلى قطعه شوي احب ايوه يا اكلها. فندم، بس احنا جايبين حاجات، يعني حضرتك مكلف نفسك وجايب الحاجات دي عشان ندوقها، عشان تجربه التذوق تفرق. احنا قلنا 50-50. لا بس هو بصراحه وال 50% نططوا ده كله، ده كان ماتش جبار اللي كسبوا المندي ده كده ده 50% كيونة بتاعته بالنسبه لي. ايه اهلاء عشان الاهلي عشان جامد يعني. 50% بالنسبه لي كريش دي مضمونه. الطعم مش هياخد طبعا 50% كامله، هياخد مثلا 30. فاهم؟ ممكن اتدخل. يعني انا بحب الريش قوي، بس وبحب يعني بحب الاثنين اكشلي. بس لو قدام يعني هتاكل اكله مندي ولا هتاكل اكله ريش، انا هجو فور مندي طبعا. مندي ده فوت ولا تعقيب على التاريخ؟ مندي انت في المندي بشكل عام هو لا انا كلب مندي، بعشق المندي. انا بحب المندي جدا. انا قصدي المندي بشكل عام، انت ما فيش قطعيه لحم معينه انت عاجبك. انا بحب اللحمه المندي بالنسبه لي الاسلوب ده عن الشوي بشكل عام. اصلا ماشي اوكي. اللحمه اللي تمسكها تقعد تعملها كده دي بالنسبه لي اوكي. تعملها ازاي؟ اذا ينتهي دور الثمانية وربع النهائي ونصل اخيرا لنصف النهائي. وقبل ان ننتقل لمواجهات المباريات نفسها نحب نسال السؤال، الاختيار بتاع حضرتك لسه موجود معانا؟ ده توفى والله من اول دي يعني ده ما قامش من على الارض. انا داس اتوبيس. الطيارات اتضربت فيها على الارض. لا اتشال نايس. فاحنا كلنا لوزرز قاعدين مع بعض. كله اتشال. ده حبيبي ما لحقش. يلا بينا المباراة الأولى من نصف النهائي، ورقة لحمة وشورت ريبس. الامريكاني ضد المصري. المباراة الأولى في نصف النهائي مرحلة الحسم، لقاء الكبار الشورت ريبس تقابل ورقة اللحمة. هو احنا ازاي يا جماعه ما فيش ولا حاجه مفرومه كملت معانا النص النهائي؟ شيء حزين. ليه السجق قرب قوي بس ما كنتش عايز. احنا كان عندنا ايه مفروم تاني؟ ما هو برجر الكفته والبرجر والهوت دوج. لا الهوت دوج كان صعب قوي. طيب مين بقى له فتره ما فوتش اول واحد؟ انت. انا ليه انا فوت؟ ما فوتش اول واحد بقالك شويه. ودي شورت ريبس. اديني في البطاطا. قول انت. لا ولا انت. يعني ورقه لحمه حلوه قوي بس مش يعني خلاص بقى. يعني خلاص كده مش للدرجه دي يعني. قول. لا ليه؟ بقالي كتير ما فوت الاول انا. ما انت في الثاني اهو. لا بقالي كتير ما فوتش اخر واحد. هو مش عايز يقول ورقه لحمه، فانا اقول له شورت ريبس. خلاص اللطافه جابت اخرها. مش قادر اتعرض للطافه اكتر من كده. انا مش هفوت ورقه لحمه اللي استاذ مهدي عايز يفوت ليها، فانا افوت شورت ريبس. ماشي يلا بينا. طب الفوت بتاعك ايه؟ مش مهم بقى. لا احب احتفظ بالفوت بتاعي. مش هينفع لازم تفوت. ورقه لحمه. طب انت ليه مركز في ان انا ومهدي مش على وفاق في الفوتنج، ومش مركز ان انا وانت ماشيين مع بعض في الفوتنج؟ بس انا الصراحه انا بص انت مطنش. انا بحب مهدي قوي، مش انت مكبر دماغك. انا حد بقيمه مهدي يحصل له كده الحلقه دي صراحه مش قادر. وعايز برضه ان ثانيه بس. سلام يا حازم على كلامك اللي ولا ليه اي لازمه بالنسبه لي. هو عايز ان انت برضه انت وهو بينج بونج مع بعض. لا انا ببنج بس هو بيهزقني برضه. يا بيه عيب يا بيه. يا بيه انت حبيبنا والله. مش باين.
مباراة النصف النهائي الثانية والأخيرة قبل أن ننتقل للنهائي، الموزة والمندي اللحم. دلوقتي هنختار مع بعض الممثل الشرقي أو ممكن نقول جدلا مصري مش مصري قوي، اللي هيقف أمام عنصر العدوان الأمريكاني اللي تسلل معانا حتى الآن لغاية لما وصل للنهائي بفضل تصويتات ناس آخرين غيري. مباراة الموزة والمندي اللحم. أنا فوت المرة اللي فاتت بقى، حد فيكم يبدأ؟ أنا ممكن أفوت تاني المرة دي. اتفضل. تاني. تفوت تاني واحد يعني؟ طب هتفوت اولاني ولا هتستنى؟ يا عم افوت يا عم. أفوت. لا الصراحه في المواجهه دي بهذا الشكل طبعا المندي. ليه؟ لان دي هنا طريقه صنع، مش يعني ممكن اكل موزه في المندي عادي، فاهم قصدي؟ صح والله والله يا دي عمرو يمكن اول مره يقول حاجه صح. قصدي يعني استنى هشرح. ايه ايه المندي ده طريقه سوا، فانت ممكن تاكل موزه مندي عادي يعني. المندي ده مش مندي وبتاع، مش قطعه لحمه، هي تكنيك. طيب فانا احب المندي اكتر، يعني الطريقه دي ماشي لذيذه وكل حاجه، بس انا اكل المندي طبعا. فوش مندي ان ممكن اكل موزه جوه المندي. لا انا بحب التكوينات بتاعت حته اللحمه اللي اتثبت جوه الموزه ديت اكتر من دي، فانا موزه. يعني ايه؟ لا ثانيه مش فاهم. الموزه بعد ما فصصناها طلع منها قطعات لحمه، حتت لحمه. لو انا قاعد باكل مع حد تقسيمتها هتبقى دمها خفيف، هتبقى اكله حلوه عشريه. واصبر الموزه في قائمه بذاتها كده. انا بتكلم عن المنظر اللي بقى قدامنا دلوقتي. ايوه ده طبق جميل، رز حلو، ما فيه 3-4 حتت لحمه ل 3-4 بني ادمين، لو مش جعانين قوي يقوموا مبسوطين، تبقى قاعده حلوه. ماشي، بس انا اسالك سؤال دلوقتي، لو نفس الطبق بالظبط كده بنفس الرز بنفس الشكل كده القطعيه دي بالظبط، بس معمول مندي والرز ده مندي، ما اعتقدش هبقى مبسوط بيه قد ما هو كده. يعني انت عاجبك الطريقه دي؟ اوكي. دي هقول لك، تعالى اقول لك بشكل تاني بدل بعيدا عن الفلسفه، ده طبق يفتح النفس اكتر منه. اوكي ماشي، فهو موزه وانا مندي. سوينج حزوم، وخد بالك بتسوينج فين عشان اللي جنبك مش هيرحمك. لا والله عادي، انا ما اوعى وشك يا حزوم. انا مالي يا باشا. ليه يا حزوم خدت مندي ليه؟ عشان بحب المندي قوي. واخيرا اصبحنا جاهزين للمباراه النهائيه الضخمه العالميه اللي بصراحه مش داخله دماغي قوي. مندي لحم امام شورت ريبس. الله الله. اذا ففي المباراه النهائيه نصل لهذا الطبق العشوائي الموزع بشكل غير مفهوم ولا يفتح النفس. وهذه الحريقة الصغيرة المقدمة لنا في هيئة حتة لحمة لم أقتنع بها من المباراة الأولى، وسبحان الله وصلت للمباراة النهائية ما أعرفش إزاي، بس ما علينا. يعني أنا مش قادر أشتري دي يا جدعان خالص، لأن الفرق يعني احنا بنتكلم في الحاجات الأمريكانية المستحدثة اللي دخلت عندنا في سوق اللحمة المصري في ال5-6 سنين الأخيرة. البريسكت كويس يقارن، الشورت ريبس الفرق ما بين ده وما بين الكويس اللي بيتعمل بره مصر كبير جدا. انا مش قادر اصدق ازاي انتوا وصلتوا للنهائي فعلا. لا بالنسبه للمكان ده على وجه التحديد لا الفرق مش كبير جدا ولا حاجه، بالعكس. يعني بحس المكان ده الفرق كبير ما بينه وما بين ايه؟ يعني انت تتكلم النوع ده من السموكد بعيد تمام البعد عن اللي بره. يس. لا المكان ده على وجه التحديد اللي هو لونجهورن لا بيعملوا. انا مالي مال المكان، انا اول مره اكل من مصر اصلا كانت الحته دي. اللي اقصده يعني ان في اماكن كتير بتعمل السموك ده مش احسن حاجه، بس ده افضلهم. وبالنسبه لي انا كواحد يعني جربت بره، ده مستواه مقبول جدا جدا يعني. لا اتفق اطلاقا. انا بالنسبه لي هنا مش شورت ريبس ضد مندي. انا بالنسبه لي هنا طريقتين سوا مختلفتين عن بعض، طريقتين صنع للتعامل مع اللحم. ايوه بس انا هنا بنسبه كبيره دي شورت ريبس، بس هنا مدخنه وطريقه امريكانيه معروفه وكبيره مشهوره يعني، وهنا ده مندي طريقه المندي، فاهم؟ فانا شايف ان هي طريقتين، مش انا بالنسبه لي كعمرو مش هبص عليها من ناحيه قطعات لحمه، انا هبص عليها من ناحيه طريقه التسويه. ايه مبلمين ليه؟ انا صاحب لا تفضيل في هذه المباراه. انت مش مبسوط اصلا؟ انا الطبقين دول كنت عايز اطلعهم من ماتشين فاتوا، فده نهائي انا لا ناقه لي فيه ولا جمل. لو عايز بقى تضيف النقطه على مين اللي كان ممكن في اللي فاتوا على طول يبقى هنا مكانه احسن؟ اقرب حاجه كانت معانا شايف انها تستحق التواجد في النهائي والفوز الموز. ماشي معاك. افوت يعني افوت يا باشا. شورت ريبس. وعايز اقول لك القطعيه نفسها في كل حالاتها جميله يعني. لو سلو كوكد كده وجليزد وبتاع حلو معاك، لو سموكد حلوه، بس انا مش متصوره غير كده. ايه مش متصوره غير كده. ده انا جرب بقى جليزد الحلو. جربت الجليزد بس بحسها كده احسن، بحسها كده مظبوطه قوي. ماشي مندي.
ايه ده؟ اوبا ايه؟ اوبا بالتتويج اللي انت عملتها دي. اوبا. انت مش هتفوت؟ يعني بحاول الاقي البريفرنس بتاعي مندي وشورت ريبس، ما شورت ريبس ومندي. يعني انا ممكن اطلب بيتزايه مثلا. ميكس اللحوم. طبعا مكرونه وسلطه. ممكن اقول لك ايه في الايتمز اللي انا كنت احب يعني احبه يوصل ادوار ابعد. السجق ديفينتلي، والورقه اللحمه بجد. ورقه اللحمه انا اتبسطت منها. انت مطلع ورقه اللحمه. بس كان نفسي تيجي العيال اللي انتوا فيه. كان نفسي تيجي في ماتشات اسهل يعني. ده قصدي اتكلم بالاستاذ يعني. لا يعني قصدي الكتف اللي هناك ده والله برضو اتظلم بوجوده قصاد المندي يعني. وجوده في ماتش يعني بالصعوبه دي. وانت اللي خرجته. للاسف. انت جاي لحد دلوقتي. انا عن نفسي مش متضايق من مندي. مندي يلا اوكي. اوبا يفوز المندي على الشوط ريبسو. اخد المايك. اتفضل خلاص بقى. انا وصلتك لغايه قدام الجول. حط انت الكوره بقى. جيب جول انت بقى. واو اوت سايد. المندي يفوز على الشورت ريبس. مين بقى فاز ايه في ايه؟ انا اخترت. كلنا خسرانين المفروض. ضلع. ما رحتش بعيد عنه. انا اخترت الضلع لان انا تخيلت ان انا وانت هنعمل ثنائيه نكسب الضلع بالعافيه. رقبه. ده عدى لغايه فين الضلع ده؟ طلع في الاول. الاثنين طلعوا في اول راوند. الاثنين طلعوا في اول راوند. يا اخي بيتكم. ده ما تعملوش بول. ده طلع من اول ده ما حدش اتكلم عنه اساسا. ده ما اتاكلش، انا ما دقتوش. يا بس الصوص كان حلو. قال لك ريب اي. بس احنا اتفقنا لو هي فعلا جامده هتفوز. ريب اي. الريب اي والله لو حته ريب اي محترمه والله. انا لو قاعد في مطعم بيقدم كل الحاجات دي وانا عارف ان كل الحاجات دي عنده كويسه هطلب ريب اي. ريب اي انا معاكم 100%. 100%. بس انا مش متضايق ان المندي فاز ولا انا. اعتقد هو يعني طريقه سوى اللحمه ممتازه جدا الفاينل ده بالنسبه لي وعربيه اصيله. انا كان هيبقى عندي مشكله لو البتاع ده وصل. الشورت ريبس يس عشان هي وحشه، مش حلوه، مش احسن تمثيل للصنف نفسه. غالي، مش منتشر، الناس هتمشي ورا الكلام. لو عجبها الكلام تحب تجربه، تدفع كتير، تطلع محبطه. عشان كده حاسس من الامانه ان احنا كنا نصنفه في وضعه الطبيعي ونخرجه بدري. ده رايي. طيب لو ده شورت ريبس من بره ومندي جامد جدا، ها؟ لا شورت ريبس طبعا. هوبا ماشي. ما احنا برضه دي حاجه طعمها مش شبه اي حاجه. دي حاجه فريده جميله وممتعه جدا طبعا. انا بحس ان يعني وعلى قد ايه كمان يعني هذا الطبق صدق او لا تصدق دايت فريندلي. ماشي. ده انت لو تقعد تقضيها ما بين بريسكت وشورت ريبس مع سلطه ولا بتاع لفتره طويله، ده انت تلاقي نفسك نزلت من غير اي مجهود. ده من المكونات الرئيسيه في الكيتو على قد ما انا فاهم. هي فعلا من المكونات الاساسيه للاكل النباتي. ايه ده؟ نباتي؟ ده الاكل النباتي للخروف. بالظبط الخروف بياكل وبيخسس جدا. ما هو الاكل النباتي برضه بيخسس. المندي فاز. مين كان ممكن يفوز تاني اخر مره؟ مين كان يفوز بقى من اللي هنا اصلا غير الريب اي؟ ما بين كل الحاجات اللي انا اللي جت في اللي جت اصلا. ممكن كل واحد يختار 3 حاجات كانوا مفضلين بالنسبه لك. حاجه قول حاجه واحده كتير قوي. قول حاجه واحده تفوز مكان المندي. الموزه الروستو اللي هي جت لنا دي. ماشي. يعني السجق ورقه اللحمه. اختار السجق يا جماعه كان حلو حلاوه. مش انا الصراحه الريش دي لا مش الريش لا احسب على دي. ماشي. انا بالنسبه لي الطعم مثلا طيب خلاص عرفنا ان انت بالنسبه لك الريش اكتر حاجه مفضله. 25% من نص الريش هي طلبي المفضل من اي حد في الدنيا. ثانيه واحده بالنسبه اللي جه النهارده. سيبك ما انا قلت 50 و50. خلاص سيبك من يا سيدي. لا غير ال 50 بالنسبه للي مش حلوه. دي مش انا قلت دي طيب ال 50 وال50 حسب الدور ال 16 ده خلصنا منه. بالنسبه للنهارده كدوق بس. لا مش هي طبعا. طب ايوه مين بقى؟ كدوق بس ده بقى كان بيلعب في اثيوبيا. تألق مع المنتخب الاولمبي الاثيوبي في تصفيات برشلونه سنه 91. كدوق بس. هدوء بس. ما هو كان بيقول كده قبل كل ضربه جزاء بيخش. هدوء بس. ورقه اللحمه صراحه. ورقه اللحمه كانت عالميه. يلا مشيني بقى. انت عايز تروح انا عارف. معلش انت مش عايز تروح؟ لا عايزين نروح طبعا. بس عايز انت جيت بقى وقعدت وفي حد استنيته كتير هو احمد كل مره نفس الحركه. هو احمد فعلا ربنا يسامحه. يا جماعه انا كنت شوت اوت يا جماعه كبير قوي لاحمد وتسقيفه بعد اذنكم من القلب.
للمجهود اخويا على مستوى الاعداد بتاع الراجل ده از فولي فليدج بروديوسر يا جماعه، على مستوى يعني الشغل اللي هو بيعمله علشان الاكل دوت يكون موجود في وقته وبريزنتد، طريقه ادارته للكاميرات، طريقه ادارته للصوت والكلام ده كله، ده شغل كرو 3-4 بني ادمين. صح. ومش هيطلعوا الشغل مظبوط لهذه الحلقه. وانا بالنسبه لواحد الحياه لا تعامله بالرفق الكامل في الفتره الاخيره، عاوز اقول ان احمد هو اكتر انسان بيحنو عليا في الفتره الاخيره. لذلك انا عاوز اقدم طلب استعاره احمد. عاوزه اعاره 6 شهور مع بص احمد مش مع خطيط اي حاجه، اعتبره ابراهيم دياز. بص حده ايه؟ بص احمد بيتصل على المطاعم كلها، بيتابع الدليفريه كلها، بيست الكاميرات ويظبط الصوت وبيظبط الاطباق تدخل في المعارض المناسبه، وبيظبط بعد ما نخلص بيظبط الحاجات دي كلها، وبيمنتج الحلقات تمام، وانا بحط بس الفاينل تاتش بتاعي عليها. فهو تقريبا هو اللي بيدير الموضوع كله. فطبعا يستحق تحيه كبيره جدا 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 جدا. تعالى بس كده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وانبسطتوا بيها وشفتوا تجربه مختلفه في اللحمه قدر الامكان، باذواق مختلفه من جميع الطرائف والعجائب اللي موجوده عندنا في القناه، وشفتوا اذواق مختلفه وتوجهات مختلفه لاراء اللحمه. بس كده. شكرا، انتوا نورتونا في الحلقه النهارده. انت لسه بتشجع اي سي ميلان؟ امال هعمل ايه؟ بعد كل بعد ايه اللي اليوم بيحصل فيكوا ده اليوم. لا اليوم بيعمل في كنتو عندنا احنا في ميلان، هنعرف نتفاهم معاه كويس. فينا كنتوا مين؟ كمشاهدين لمنتخب البرتغال. صح اوكي. احنا ما توصلنيش في حاجه منتخب البرتغال. ما فيش. لا خالص. انا عمال اشتم فيه طول ما هو بيلعب اصلا. ما انا مستحق تمام. فشكرا جدا انتوا جيتوا معانا الحلقه وشرفتونا، واتمنى تكونوا انبسطتوا. لو عجبتكم الحلقه لايك وشير سبسكرايب، فولو عند مهدي على انستجرام وفيسبوك ويوتيوب، وعن نفس الكلام عند محمد حازم، وباي باي. على راي مهدي. سلام. ولا وخدنا التنميط خلاص. اللقطات الليله انت فنه طبيعيه.